بيبدأ الفيلم مع شاب اسمه جون وهو رايح مقر الشركة اللي بيشتغل فيها بالدراجة. وجون كان متعود انه يروح العمل متأخر لحد ما في يوم اتخانق فيه مدير الشركة بسبب التأخير المستمر عن العمل. وفي يوم من الأيام بتروح مراته أليس تعمل مقابلة عمل في أحد الشركات عشان خاطر تساعد جون زوجها في مصاريف البيت، لكن للأسف مش بتتقبل في الشركة وأليس بتزعل جدا عشان كانت عاوزة تساعد زوجها. وبعد كده أليس بترجع البيت وتفضل تدور في المجلات والجرايد على فرص عمل، وفي نفس الوقت بيرن جرس الباب وبيكون ابن صاحب الشقة جاي ياخد الإيجار، وكان باين عليه شخص غلس ومغرور وكان على طول بيغتت عليهم هي وجوزها. وجون على طول كانت جيوبه فاضية ومرتبه مش بيكفي لآخر الشهر، وكان على طول بيهرب من الديون وطلبات البيت ويروح يلعب فيديو جيم، وده السيستم بتاعه كل يوم. وفي يوم مراته أليسا بتقول له يا حبيبي الحمد لله احنا بقينا على الحديدة والبيت ما فيش ولا مليم. راح جون هرب وسابها وراح يلعب فيديو جيم. وتاني يوم هما الاتنين بيقرروا يروحوا يزوروا مامة أليس، وهم في الطريق بيعملوا حادثة بالسيارة مع عربية لوري كبيرة، ولكن عشان حظهم كويس مش بيجرى لهم حاجة ويطلعوا سلام من الحادثة. وقتها على طول بتيجي الشرطة وتاخد أقوالهم، وأثناء ما ضابط الشرطة بياخد أقوالهم أليس بتيجي عينيها على محل قديم بتاع تحف، واللي بيلفت نظرها أكتر إن في واحدة ست كبيرة وبتكون بره المحل وماسكة في إيدها إبريق قديم وشكله جميل وبيلمع، وكان باين على الست الكبيرة ديت انها صاحبة المحل. فأليس بتقرر انها تروح المحل وتشوف الإبريق الجميل دوت. ولما أليس دخلت المحل وشافت الإبريق شدها اكتر واكتر جماله، وعلشان هي معهاش فلوس بتقرر انها تسرق الإبريق من المحل. وساعتها بتروح عندها الست العجوزة وتسألها انت عاوزة حاجة او بتدوري على حاجة، وقبل ما ترد عليها أليس بيجي للست العجوزة تليفون وتروح تسيب أليس وترد على المكالمة. ووقتها الشيطان بيسيطر على أليس، تروح واخده الإبريق وسرقاه وطالعه بره المحل، وبتطلع تجري تركب السياره مع جون ويتحركوا بعدها، وجون ما ياخدش باله من الإبريق. وتاني يوم أليس بتكوي شعرها بالمكوى، والمكوى بتكون سخنه فبتلسعها في شعرها، وأليس من اللسعه فضلت تصوت. وساعتها أليس بتلاقي الإبريق عمال يتحرك ويهتز، وأليس بتخاف وتترعب من اللي شايفاه وان الإبريق بيتحرك قدامها. وفي النهايه أليس بتقرر انها تفتح الإبريق، وتتفاجئ أليس ان الإبريق مليان دولارات، وأليس بتفرح جدا لان البيت على الحديده ومعهمش فلوس. وقتها بتفكر أليس ان الفلوس اللي موجوده في الإبريق بتاع الست العجوزه صاحبه محل التحف، وان الست العجوزه كانت شايله الفلوس ديت في الإبريق. وبرضه أليس بتقرر انها تاخد الفلوس ديت عشان البيت ما فيش فلوس. بعد كده أليس بتروح تكمل كوي شعرها، وبتنسى لتاني مره ان المكوى سخنه، تروح لتاني مره تتلسع في شعرها وتفضل تزعق بصوت عالي، وبرضه الإبريق فضل يهتز ويتحرك. راحت أليس فاتحه الإبريق لتاني مره ولقيت فيه دولارات اكتر من المره الاولانيه.